السلام عليكم حبايبنا الغاليين، طلابنا طلاب تانية ثانوي وأزهر المجتهدين في كل مكان. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي أفضل حال. أهلا بيك يا صديقي في الفيديو الخاص بتوقعات امتحان الأحياء، الفيديو اللي بإذن الله سبحانه وتعالى لن يخرج عنه الامتحان، كل المحافظات بلا استثناء. الفيديو اللي تقدر تقول عليه كده بكل اختصار فيديو جاي من فلاشة التسريب، الفلاشة اللي مش موجودة غير عندنا وبس، وعليها كل الامتحانات بإذن الله سبحانه وتعالى، ونتقابل بعد لجنة الأحياء. فكل المطلوب منك تسمي الله وتصلي على النبي وكوباية الشاي الجميلة ويلا بينا. إن شاء الله في الفيديو بتاعنا احنا هنحل مجموعة من الأسئلة المتوقعة اللي لن يخرج عنها الامتحان. هنبدأ الأول بأسئلة الاختياري، ثم أسئلة علل، ثم أسئلة ما النتائج أو هو ماذا يحدث يعني، ثم أسئلة صوب الخطأ، ثم أسئلة أذكر مكان ووظيفة، ثم وضح بالرسم مع كتابة البيانات. فسمي الله كده وصلي على النبي وركز علشان الفيديو ده جاي منه الامتحان بالنص، ونتقابل بعد اللجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال الأول بيقول: من العناصر التي يحتاجها النبات بكميات غير قليلة. معنى ان النبات بيحتاجها بكميات غير قليلة يعني العنصر ده من المغذيات، برافو عليك، من المغذيات الكبرى اللي كنا بنختصرها في كلمة، ايوه الله ينور عليك، انت فاكر اهو، فكك من الحب. فكان اول حاجة منها حرف الفاء اللي كان بيشير الى الفوسفور، وهتلاقي عندك اول اختياري هو الفوسفور اللي كان بيدخل في بناء المركبات الناقلة للطاقة اللي هو مركب ال ATP، وكمان كانت أملاح الفوسفات بتستخدم في تحويل الكربوهيدرات إلى بروتينات. السؤال اللي بعده بيقول: مصدر الأكسجين المتصاعد في عملية البناء الضوئي في النباتات الخضراء هو نقط. أولا اللي اكتشف مصدر الأكسجين واللي وضح مصدر الأكسجين ده العالم اللي اسمه فان نيل أو فان نايل، اللي كان بيجري التجارب بتاعته على بكتيريا الكبريت الخضراء والأرجوانية. الراجل ده في النهاية أثبت أن الأكسجين المتصاعد من البناء الضوئي مصدره الماء وليس ثاني أكسيد الكربون. طب يا دكتور الجلوكوز، يا حبيبي الجلوكوز ده أصلا ناتج من البناء الضوئي زيه زي الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون ما حصلش. كبريتيد الهيدروجين ده ما كانش موجود في النباتات الخضراء، ده كبريتيد الهيدروجين ده موجود في البناء الضوئي في بكتيريا الكبريت الخضراء والأرجوانية. السؤال اللي بعده: حصيلة البناء الضوئي السريعة تكوين مركب. كان عندنا عالم آخر اسمه ميلفين كيلفين. ميلفين كيلفين الراجل دهوت كان بيكشف عن طبيعة التفاعلات اللا ضوئية باستخدام طحلب اسمه طحلب الكلوريلا. ميلفين كيلفين جاب طحلب الكلوريلا وعرضه للضوء لمدة ثانيتين بس، وأمده بثاني أكسيد الكربون في نظير الكربون المشع 14، فلاحظ أن أول مركب عضوي كيميائي تكون من البناء الضوئي هو مركب اسمه بيجال. إيه بيجال؟ فوسفوجليسرال الدهايد، واللي النبات بعدين هيستخدمه في بناء الجلوكوز وبناء البروتينات وبناء الدهون. عشان كده لو قال لك الجلوكوز يتكون بعد كام ثانية يبقى 4 ثواني، لكن بيجال بعد ثانيتين، وهنا قال السريعة. السؤال اللي بعده: يحدث الضغط الجذري بخاصية نقط. ايه الضغط الجذري؟ الضغط الجذري ده احدى النظريات اللي كانت بتفسر ازاي الخشب بيقوم بنقل الماء والاملاح. فالضغط الجذري هو قوة او ضغط تنشأ في الجذر نتيجة امتصاص الماء بالاسموزية. شوف، هو قوة تنشأ في الجذر نتيجة امتصاص الماء بالاسموزية، يبقى اجابة الاسموزية. السؤال اللي بعده: النظير الذي أفاد في الكشف عن مصدر الأكسجين المنطلق من عملية البناء الضوئي هو نقط. سمي الله. احنا قلنا ان في عالم اسمه فان نيل او فان نايل، الراجل ده سعى جاهدا لتوضيح مصدر الأكسجين المنطلق من عملية البناء الضوئي. جم شوية علماء بعد فان نيل او فان نايل في جامعة كاليفورنيا أكدوا صحة كلام فان نيل او فان نايل باستخدام نظير الأكسجين O18، لأن الأكسجين العادي 16. كانوا مرة يستخدموا في المية الأكسجين العادي 16 وفي ثاني أكسيد الكربون نظيره 18، فيلاقوا إن المتصاعد الأكسجين يعني المتصاعد من النوع 16. يعكسوا الموضوع، يستخدموا في الماء نظير الأكسجين 18 وفي ثاني أكسيد الكربون 16، فيلاقوا المتصاعد من النوع 18. فالنظير الذي أفاد في
الكشف عن مصدر الأكسجين هو نظير الأكسجين O18. أولا S35 ده لم يذكر عندك في المنهج، وC12 لم يذكر، C14 ذكر فين؟ في تجربة ميلفين كيلفين وتجربة رابيدي نوبور اللي خدناه في النقل، فده برضو مهم. النظير الكربون ده 14 مهم، بس مش في فانيل أو فانايل. السؤال اللي بعده، أي العناصر التالية أقل استخداما في النبات؟ أقل استخداما في النبات يعني عايز أقول لك عنصر من المغذيات الصغرى اللي احنا كنا بنختصرهم في كلمة ممن أخبيك. يا سلام، ممن أخبيك، تخبيني من مين؟ أول ميم معناها مولبدينيوم، وتاني ميم منجنيز، والنون نحاس، والألف ألومنيوم، والخاء خرسين أو زنك، والباء برون، والياء يود، والكاف كلور. يبقى شوف قلتهم كلهم. الفوسفور موجود، ده كبرى، والنيتروجين كبرى. اليود ده من المغذيات الصغرى، اما الكبريت من المغذيات الكبرى، يبقى اجابه اليود على طول. السؤال اللي بعده، تعوض منطقه الشعيرات الجذريه الممزقه من نقط. احنا كنا بنقول ان الشعيره الجذريه عمرها قصير لا يتجاوز الايام والاسابيع، لانها تمتد من خلايا تعرف باسم خلايا البشره او خلايا الطبقه الوبريه، وخلايا البشرة أو خلايا الطبقة الوبرية تتمزق من حين لآخر، ولكن يتم تعويضها من منطقة، برافو عليك، تسمى بمنطقة الاستطالة في الجذر. السؤال اللي بعده، كل التراكيب التالية تعمل على زيادة مساحة السطح. الشعيرات الجذرية حصل، لأن من الملائمة الوظيفية للشعيرة الجذرية أنها كثيرة العدد وتمتد خارج الجذر لتعمل على زيادة مساحة السطح. امتدادات الجذران اللي هي الجذر يعني اللي هي الشعيرات الجذريه. خملات الامعاء الدقيقه، صح، لان انت فاكر ان انا كنت بنقول لك ان مساحه الامعاء تبلغ حوالي 10 متر مربع، وهو ما يساوي 5 اضعاف مساحه سطح جسم الانسان، وده بسبب الخملات والخميلات اللي طالعه منها. البريسايكل ما حصلش، البريسايكل ملوش علاقه بزياده مساحه السطح. امال ايه البريسايكل؟ البريسايكل يا صديقي ده كان نسيج، وظيفته ان هو كان بيتكون، او تركيبه كان بيتكون في الساق بتاعه النبات من خلايا برنشيميه مع الياف. كان وظيفته انه بيخلي الساق قائمه ومرنه، ما كانش ليه علاقه اصلا بمساحه السطح اطلاقا. السؤال اللي بعده، يتاثر عمل الانزيم بنقط. بدرجه الحراره، كلام مظبوط. البي اتش، كلام مظبوط. طب درجه الحراره والبي اتش معا، ده كلام بقى مظبوط اكتر، لان احنا قلنا يا جماعه ان كل انزيم يكون له درجة حرارة يكون عندها أكثر نشاطا تسمى بدرجة الحرارة المثلى، وكل إنزيم يكون له أس هيدروجيني يكون عنده أكثر نشاطا يسمى بالأس الهيدروجيني الأمثل. لو درجة الحرارة أو قيمة الأس الهيدروجيني زادت أو قلت عن القيمة المثلى، نشاط الإنزيم بيقل ويتأثر. عشان كده انزيم التيالين اللي في الفم لما كان بيوصل للمعدة كان بيتوقف عمله، لانه في الفم شغال عند وسط 7 و4، وفي المعدة عايش لقى وسط من 1.5 ل 2.5. السؤال اللي بعده، يمكن ان تتراكم الايونات داخل الخلايا ضد تدرج التركيز. شوف قال لك ايه؟ ضد تدرج التركيز. ايه هو تدرج التركيز؟ تدرج التركيز معناه من العالي للمنخفض. طب ضد تدرج التركيز، ضد تدرج التركيز ده معناه من المنخفض للمرتفع، وده يقصد بيه على طول اوتوماتيك، قلتها لك في الشرح كتير. اول ما تسمع لفظ ضد تدرج التركيز ده معناه النقل النشط. ايه بقى اجابتي على طول؟ النقل النشط. السؤال اللي بعده، يقوم الانتيروكاينيز بتنشيط انزيم نقط. والله يا عم الحاج الانتيروكاينيز ده كان انزيم، وظيفته ان هو كان بينشط انزيم اسمه تريبسينوجين. ايه التريبسينوجين؟ التريبسينوجين ده انزيم كان بيبقى موجود في العصارة البنكرياسية، بيهضم البروتين بعد ما بيتنشط طبعا ويتحول لتريبسين ويحوله الى عديد بيبتايد، فاللي كان بينشطه هو الانتيروكاينيز. عشان كده الانتيروكاينيز ده دايما يقول لك عليه انزيم غير هاضم، يعني ما بيهضمش ولكن له دور في عملية الهضم. انزيم غير هاضم يعني ما بيهضمش وله دور في عملية الهضم هو الانتيروكاينيز. المادة التي تؤثر عليها العصارة المعدية في الإنسان. العصارة المعدية اللي هي بتفرز من المعدة يعني كانت عبارة عن مية و HCl وإنزيم البيبسينوجين اللي كان بينشط عن طريق ال HCl ويتحول إلى بيبسين.
البيبسين كان بيعمل ايه؟ كان بيمسك البروتين، بيبسين بروتين، تريبسين بروتين، نفس الوزن القافية، ويهضموه يحولوه الى عديد بيبتايد. السؤال اللي بعده، تصاب بنواتج الهضم التي تمر في الطريق الليمفاوي في الوريد. اولا الطريق الليمفاوي كان بيعدي فيه مين الاول؟ الطريق الليمفاوي كان بيعدي فيه ما لا يذوب في الماء. مين هم ما لا يذوب في الماء؟ زي الأحماض الدهنية، وزي الجليسرين، وزي الفيتامينات الغير ذائبة اللي هم فيتامينات كده، فيتامين كي وإي ودي وإيه. كان بينتهي في النهاية بالوريد الأجوف العلوي. طب الوريد الأجوف السفلي ده كانت نهاية الطريق الدموي، الوريد الأجوف السفلي. السؤال اللي بعده، بروتين زائد ميه زائد بيبسين ينتج عنه ايه؟ اولا البروتين زائد ميه العمليه دي بيسموها عمليه تحلل مائي. زائد بيبسين ده البروتين اللي بيهضم او الهرمون او الانزيم عفوا اللي بيهضم البروتين، كان بيحوله الى عديد بيبتايد، يبقى اكيد الناتج هيبقى عديدات بيبتايد. السؤال اللي بعده، تتم التفاعلات اللادوئيه في الستروما في وجود كل من ثاني اكسيد الكربون ومين؟ اكيد وناد BH2 و ATP. اولا السؤال ده هتلاقي في الاختيارات حاجات مش مظبوطه، لان احنا واحنا بنكتبه، لان احنا دي الكلام ده احنا بنعمله بنفسنا فلاشه يا باشا، لازم تبقى الموضوع سري شويه يعني. فباذن الله في لخبطه، فالمفروض ده يعني دي نات BH2 ماشي. عشان كده كنا بنقول على النات BH2 والATP بنسموهم مركبي الطاقه التثبيتيه. ليه يا دكتور بتسموهم مركبات الطاقه التثبيتيه؟ علل. لان اللي كان بيحصل في التفاعلات اللادوئيه ان احنا كنا بنروح على ثاني اكسيد الكربون ده هو نعمل له تثبيت. نثبته ازاي؟ عن طريق ان هو كان بيتحد مع الهيدروجين اللي متشال على النات بي، وده طبعا كان بيحصل بمساعده الطاقه المخزنه في الاي تي بي، يبقى نات بي اتش 2 واي تي بي. يصل الماء الى قمم الاشجار العاليه نتيجه ظاهره نقط. احنا قلنا كان في عندنا 4 ظواهر فسروا كيف يقوم الخشب بنقل الماء والاملاح. اول نظريه اسمها الضغط الجذري، ودي ما نفعتش، وكان ده سؤال مهم يبقى علل. تعتبر نظريه الضغط الجذري من القوى الثانويه لرفع العصاره، يبقى لان الضغط الجذري في افضل حالاته لا يتجاوز 2 ضغط جوي. بعد مده كان يتساوى الضغط الجذري مع ضغط عمود الماء فيتوقف صعود الماء. الضغط الجذري قد ينعدم في النباتات معرات البذور زي الصنوبر، والضغط الجذري يتاثر بالعوامل الخارجيه. طب تاني خاصيه كانت التشرب، ودي برضه فشلت. ليه؟ لأن التشرب كانت بتنص على أن الماء والأملاح يسريان خلال جدران أوعية الخشب، ولكن في الحقيقة أن الماء والأملاح يسريان عبر التجاويف وليس خلال الجدران. النظرية اللي بعد كده اسمها الخاصية الشعرية أو الشعيرية، ودي لم تستطع التفسير لأنه في أضيق الأنابيب الشعيرية لم يتجاوز صعود العصارة أكثر من 150 سم اللي هو متر ونص. واللي قدرت تفسر النظرية اللي اسمها قوى التماسك والتلاصق والشد الناتج عن النتح. دورة دموية تبدأ بدم غير مؤكسج. بص لما يقول لك دورة دموية تبدأ، مرة هيقول لك تبدأ بدم مؤكسج، ومرة هيقول لك تبدأ بدم غير مؤكسج. لو قال لك تبدأ بدم غير مؤكسج يبقى دي الدورة الرئوية، بدأت من البطين الأيمن حيث وجود الدم الغير مؤكسج، وبتنتهي بدم مؤكسج فين؟ في الأذين الأيسر. يبقى الرئوية تبدأ بغير مؤكسج وتنتهي بمؤكسج. طب والجهازية العكس، تبدأ بمؤكسج في البطين الأيسر وتنتهي بغير مؤكسج في الأذين الأيمن. طب هنا قال إيه؟ قال تبدأ بدم غير مؤكسج، يبقى الدورة الرئوية. الدم الذي يصل إلى خلايا المخ يترك القلب من النقط. هو شوف هنا إيه، هيسألك برضه السؤال، خليك ذكي. مرة هيقول لك الدم الذي يترك المخ، ومرة هيقول لك الدم الذي يصل للمخ. الدم اللي بيصل للمخ ده بيطلع القلب منين؟ بيطلع القلب من البطين الايسر، وبيبقى دم مؤكسج بيغادره عن طريق شريان اسمه الاورطه. طب واللي بيترك المخ، اللي بيترك المخ بيدخل للقلب. شوف بقول ايه؟ بيدخل للقلب. ما هو اللي بيطلع من المخ بيروح للقلب، واللي بيطلع من القلب بيروح للمخ. يدخل القلب عن طريق الوريد الاجوف العلوي اللي بيصب فيه الاذين الايمن في القلب. يبقى هنا قال الذي يصل للمخ يبقى يترك القلب من البطين الايسر عن طريق الشريان الاورطه، وده دم مؤكسج.
السؤال اللي بعده، إذا حدث انسداد بالأوعية اللبنية اللي هي الأوعية الليمفاوية يعني داخل الخملات، فأي المواد التالية لن يدخل الدورة الدموية بمعدل طبيعي؟ يبقى أكيد اللي كان بيعدي في الطريق مين؟ أكيد اللي كان بيعدي في الطريق الليمفاوي. طب والطريق الليمفاوي ده كان بيعدي فيه مين؟ قلنا ما لا يذوب، اللي هو الأحماض الدهنية والجليسرين وفيتامينات كي وإي ودي وإيه، اللي هم فيتامينات كده. موجودة عندك مين؟ موجودة عندك اهو الأحماض الدهنية. لكن لو بص على الجلوكوز والفركتوز والأحماض الأمينية، لأن دي سكريات أحادية وده بروتين أحماض أمينية، دول بيدوبوا، دول في عادة كانوا بيعدوا في الطريق مين؟ كانوا بيعدوا في الطريق الدموي، يبقى الأحماض الدهنية. السؤال اللي بعده اهو، تبدا الدوره الدمويه الرئويه. ما احنا قلنا الرئويه بتبدا من البطين، برافو عليك يا صديقي، من البطين الايسر الايمن، عفوا معلش، الايمن اللي هو فيه دم ايه؟ غير مؤكسج. وجود عمود متصل من الماء بداخل الاوعيه الخشب يرجع الى نقط. احنا كنا بنقوله ان النظريه اللي اسمها قوى التماسك والتلاصق والشد الناتج عن الناتج كان فيها 3 قوى. القوة الأولى كان اسمها قوة التماسك، والثانية اسمها قوة التلاصق، والثالثة اسمها قوة الشد الناتج عن النتح. قوة التماسك كان بيفسرها وجود عمود من الماء متصل، وده كان شرط حدوثه أن تخلو الأنابيب من الفقاعات، لأن لو دخل هواء كان بيؤدي إلى قطع عمود الماء المتصل ده. وقوة التلاصق كان بيفسرها إن القوة أو عفوا قوة التلاصق كان بيفسرها فعلا القوة يقصد بقى قوة التلاصق الموجودة ما بين جدران الأوعية الخشبية الغروية والماء، ودي بيفسرها استمرار عمود الماء معلق ضد تأثير الجاذبية، وكان شرطه أن تكون الأنابيب غروية. يبقى وجود عمود من الماء المتصل ده يفسره مين؟ قوة التماسك اللي موجودة بين جزيئات الماء. أي من الأنسجة التالية توجد في ساق النبات ولا توجد في الورق؟ الخشب واللحاء. أولا الخشب واللحاء الاثنين في الساق والورق، بس خد بالك الوضع معكوس. لما نيجي نبص على الورقة هنلاقي ان الخشب جهة الخارج واللحاء جهة الداخل، ولما نيجي نبص على الساق هنلاقي اللحاء هو اللي جهة الخارج والخشب هو اللي جهة الداخل. الكامبيوم الكامبيوم ده ما كانش موجود غير في الساق فقط، وده كان بيقع ما بينها، برافو عليك، الخشب واللحاء، ويتكون من خلايا مارستيمية إنشائية. كان بينقسم عشان يعطي لحاء ثانوي جهة الخارج وخشب ثانوي جهة الداخل، وده اللي كان مسؤول عن زيادة الساق في السمك. البشرة كانت موجودة في الاثنين، في الورقة وفي الساق، مفيش أي مشكلة. السؤال اللي بعده، أكسدة جزيئين من الجلوكوز بصورة كاملة يلزم أن تحدث دورة كريبس بمعدل إيه؟ بص يا عم الحاج، هي دورة كريبس كانت بتحصل للجلوكوز ولا الأسيتايل؟ كانت بتحصل للأسيتايل. طب انشطار الجلوكوز كان بيدي كام أسيتايل؟ 2 أسيتايل. طب هنا قال لك جزيء ولا جزيئين من الجلوكوز؟ جزيئين. يبقى انشطار جزيئين جلوكوز يدي كام اسيتايل؟ 4 اسيتايل. يبقى عايزين كام دورة كريبس؟ عايزين 4 مرات دورة كريبس، يبقى 4 مرات. عند وصول كميات غير كافية من الأكسجين إلى العضلات يختزل. بص يا عم الحاج، أنا كان عندي التنفس نوعين، خلوي هوائي ولا هوائي. التنفس اللا هوائي أو الخلوي اللا هوائي ده كان بيحصل في غياب أو نقص الأكسجين، وده كنا بنقسمه لنوعين. تخمر بنقول عليه تخمر حمضي، وتخمر بنقول عليه تخمر كحولي. وفي كلتا الحالتين سواء كان التخمر حمضي او التخمر كحولي، في الحالتين حمض البيروفيك بيحصل له اختزال، ولكن الفرق في التخمر الحمضي بيختزل الى حمض لاكتيك، وفي الكحولي يختزل الى كحول ايثيلي او ايثانول ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. يبقى عند وصول كميات غير كافيه من الاكسجين، طالما سمعت كميات غير كافيه من الاكسجين يبقى تنفس خلوي لا هوائي، هيحصل ايه؟ هيحصل اختزال لحمض البيروفيك. عندما يصاب الإنسان بالتهاب في الزائدة الدودية يظهر في دمه زيادة في عدد نقط. أنت بتسيب الكلام كله وتمسك إيه؟ الزائدة الدودية. يا عم مالكش دعوة، أنت مش دكتور يعني. ومع ذلك هي جزء في الأمعاء الغليظة يعني، ما عليك بيها يعني، مالناش دعوة. المهم كلمة إيه؟ التهاب. أول ما تسمع التهاب أو عدوى يبقى على طول إيه؟ الجيش والشرطة. مين الجيش والشرطة؟ لو انت فاكر زي ما كنت بقول لك في الشرح، خلايا الدم البيضاء اللي كان عددها 7000 لكل مليمتر مكعب من الدم، وكانت بتزيد وقت العدوى او الاصابة او الالتهاب. ده بالنسبة لأسئلة الاختياري. يلا اعمل لك خربوش شاي على السريع ويلا بينا نحل أسئلة المصطلح العلمي.
السؤال الأول بيقول حبيبات قرصية الشكل تنتظم في عقود تمتد داخل جسم البلاستيدة. أكيد يقصد بيها حبيبات الجرانة، لأنها كان في وصفها عبارة عن أقراص مترصة فوق بعضها يصل عددها ل 15 قرص. سمكها كان 7/10 مايكرون وقطرها نص مايكرون. كان ممكن يحصل امتداد، شوف أنا بشرح لك كمان، كان ممكن يحصل امتداد لحواف في أحد الأقراص عشان تمسك، في حواف في قرص موجود في حباية تانية عشان تزود مساحة السطح. أهم حاجة كانت موجودة فيها الأصباغ اللي هو كلوروفيل أ وب وزنزوفيل وكاروتين، أ أخضر مزرج وب أخضر مصفر، الاتنين 70%. زنزوفيل أصفر ليموني 25، كاروتين أصفر برتقالي 5. السؤال اللي بعده حركة الجزيئات أو الأيونات من منطقة ذات تركيز مرتفع إلى منطقة ذات تركيز منخفض. يبقى ده مع تدرج التركيز ولا عكس تدرج التركيز؟ لا، مع تدرج التركيز، يبقى ده الانتشار. طب أنت عارف لو قال لي العكس كان يبقى النقل النشط. صبغ بالبلاستيدة الخضراء تمثل نسبته اهو 25%، اللي هو لسه قايلينه الزنزوفيل، اللي هو كان نسبته 25 ولونه ايه؟ كان لونه اصفر ليموني. السؤال اللي بعده تركيب في الخلية يسمح لبعض المواد بالمرور والبعض الآخر بعدم المرور. هو مين اللي كان بيسمح للبعض ان هو يعدي والبعض ما يعديش؟ الجدار؟ لا، لأن الجدار ده يا عم الحاج كان منفذ. اللي بيسمح للبعض بالمرور ولا يسمح للبعض الآخر بالمرور ده الشبه منفذ. طب مين الشبه منفذ؟ اللي هو الغشاء البلازمي، اللي كان بيتميز بخاصية اسمها خاصية النفاذية الاختيارية. السؤال اللي بعده مرور أي مادة خلال غشاء الخلية ضد تدرج التركيز أهو. يبقى طالما سمعت ضد تدرج التركيز يبقى النقل النشط. السؤال اللي بعده العامل المحدد للتفاعلات اللا ضوئية في البناء الضوئي للنبات. احنا كنا بنقول ان في عالم اسمه بلاكمان درس العوامل المحددة لسرعة البناء الضوئي وقال ان هم الضوء والحرارة وثاني اكسيد الكربون. كلام جميل. وقسم التفاعلات لضوئية ولا ضوئية. التفاعلات الضوئية كانت بتحصل في الجرانة داخل البلاستيدة، ما بتحصلش الا في وجود الضوء ويكون العامل المحدد هو الضوء. واللا ضوئية بتحصل في أرضية البلاستيدة اللي هي الستروما أو النخاع، بتحصل في وجود الضوء وغيابه. وكان العامل المحدد لسرعة التفاعل هو الحرارة، وكنا بنقول علل ليه؟ لأنها تفاعلات إنزيمية. يبقى العامل المحدد يبقى الحرارة. السؤال اللي بعده قوة تنشأ من تباين الإسموزية في الضغط الجذري. قوة تنشأ من تباين الإسموزية في الضغط الجذري أو في خلايا الجذر. ده سؤال كان جاي في امتحان البحيرة، وده ضغط اسموزي. ده إجابة النموذج سنتها كان تقريبا السنة اللي فاتت. الضغط الاسموزي كانت الإجابة اللي في النموذج، ولكن لما تسمع قوة هيجي في بالك على طول الضغط الجذري. ويومها والله العظيم ده حصل فعلا. احنا في إدارة حوش عيسى ومدير الإدارة التعليمية كلمني لأن الطلبة عندي طلعوا اشتكوا من السؤال وقالوا إن المفروض يكون الضغط الجذري مش الضغط الاسموزي، وهو مشكورا يعني وصل لحل وحسب الإجابتين صح. فالضغط الاسموزي خلينا على إجابة النموذج. عملية يتم فيها تحويل المواد الغذائية البسيطة إلى مواد معقدة تدخل في تركيب الجسم. صلى على النبي. احنا كنا بنقول بعد ما بنتغذى بنهضم. الهضم ده عملية جسم بيحول فيها جزيئات الطعام كبيرة الحجم لجزيئات صغيرة الحجم عشان يسهل امتصاصها. بعدين كان بيحصل لها امتصاص، وبعد ما بتمتص بتنتقل للجسم. الجسم إما بيستخدمها في الهدم بغرض إن هو ينتج الطاقة، أو بيعيد بنائها مرة أخرى علشان برافو عليك يستخدمها في بناء الخلايا الأنسجة. يبقى دي البناء البناء زي إيه؟ يا عم الحاج ما احنا بنقول زي مثلا لما أمسك الأحماض الأمينية أبني بقى البروتين. فالبروتين ده هو يدخل في بناء الشعر والأظافر والحوافر والقرون وريش الطيور والعضلات، ويدخل كمان في الأربطة والأوتار. فيبقى ده البناء. السؤال اللي بعده صف واحد من خلايا مارستيمية توجد بين اللحاء والخشب. لسه قايلينه ده الكامبيوم. ده كان صف واحد من خلايا مارستيمية إنشائية عندها قدرة عالية على الانقسام، كانت بتنقسم لتعطي لحاء ثانوي جهات الخارج وخشب ثانوي جهات الداخل. مادة كيميائية تفرز من البنكرياس يجعل وسط الاثنى عشر قلوي.
احنا كنا بنقول يا جماعه ان العصاره المعديه وهي طالعه من المعده ونازله على الامعاء بتخلي معاها ال HCl مخلي الوسط حامضي. فكان لازم يحصل تفاعل اسمه تفاعل التعادل، ان انا اروح على HCl ده اضيف له قاعده فتحوله الى وسط قاعدي او قلوي ضعيف، ودي كانت بيكربونات الصوديوم. كانت وظيفتها ان هي بتعادل حموضه ال HCl وبتخلي البي اتش تقريبا قيمته كانت بتساوي، برافو عليك، 8. السؤال اللي بعده، مساعد انزيم يوجد في البلاستيده الخضراء يثبت الهيدروجين الناتج من انشطار الماء. هنا علشان ما يحصلش عندك لبس، اللي بيثبتوا الهيدروجين يا اما ناد بي يا اما ناد يا اما فاد. دول 3 حاجات بيثبتوا الهيدروجين، اهو يا اما ناد بي يا ناد يا فاد. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم في المكان. اللي كان موجود في البلاستيده الخضراء ده ناد بي بتاع انشطار الميه ده، لكن اللي كان بيثبت الند والفاد كانوا بيثبتوا الهيدروجين الناتج من تفاعلات الاكسده في التنفس الخلوي. اثناء التنفس الخلوي كان بيحصل اكسده ويفقد هيدروجين، فهم اللي كانوا بيثبتوه. هنا في انشطار الميه بقى ناد بي، ثنائي اميد النيكوتين ثنائي النيوكليوتايد، اسمه كده مالكش دعوه. نسيج يعمل على زياده قطر ساق النبات. قلنا مين النسيج اللي بيعمل على زياده نمو الساق في السمك؟ الكامبيوم، لان احنا كنا بنقول ان هو بينقسم فيعطي لحاء ثانوي جهه الخارج وخشب ثانوي جهه الداخل، فيعمل على زياده نمو الساق في السمك. كائن حي لا يعتمد على الماء في تغذيته الذاتيه. ده بكتيريا الكبريت الخضراء والارجوانيه. ليه؟ لان البكتيريا دي ما كانتش بتعتمد على الميه، امال كانت بتعتمد على مين؟ كانت بتعتمد على كبريتيد الهيدروجين، اللي كانت بتستخدم الهيدروجين بتاعه لاختزال ثاني اكسيد الكربون. وبالمناسبه كان عندها كلوروفيل بكتيري ابسط من الكلوروفيل العادي. غشاء يحيط بالقلب ويوفر له الحمايه ويسهل حركته، ده كان غشاء اسمه غشاء التامور. يبقى لازم تبقى عارف عنه مكانه ووظيفته. مكانه يحيط بالقلب داخل تجويف الصدر، وظيفته يحمي القلب ويسهل حركته. صمام يمنع رجوع الدم الى الاذين الايسر عند انقباض البطين الايسر. احنا كنا بنقول ان صمامات القلب كالتالي: في صمام ما بين الاذين الايمن والبطين الايمن اسمه ثلاثي الشرفات، والايسر والايسر اسمه ثنائي الشرفات او الميترالي. ما بين البطين الايسر والاورطه شريان اسمه صمام اسمه الاورطي، والبطين الايمن والشريان الرئوي صمام اسمه الصمام الرئوي. دي كانت صمامات هلاليه. هو هنا قال ما بين الاذين الايسر والبطين الايسر يبقى الصمام ثنائي الشرفات، او زي ما بنسموه الاسم الثاني الميترالي، ميترال فالف. بروتين يفرزه الكبد بمساعدة فيتامين كي ويصبه في الدم. احنا كنا بنقول من خطوات تجلط الدم كان في بروتين اسمه بروثرومبين. البروثرومبين ده بروتين كان بيتفرز من الكبد في وجود فيتامين كي، وكان بيتحول الى ثرومبين في وجود ايونات الكالسيوم. الثرومبين ده كان بيروح يحول الفايبرينوجين الذائب في بلازما الدم الى فايبرين غير ذائب، عشان الفايبرين ده يروح يترسب على مكان القطع والجرح فيسده. السؤال اللي بعده: جسيمات صغيرة غير خلوية تنشأ من نخاع العظام وتلعب دورا في تجلط الدم بعد الجرح. يبقى اكيد تجلط الدم، يبقى اكيد ده مين؟ اكيد ده الصفائح الدموية. أوعية دقيقة مجهرية تصل ما بين التفرعات الشريانية والتفرعات الوردية. أولا احنا كنا بنسمي التفرعات الشريانية شرينات، والتفرعات الوردية دي وريدات. كان بيصل ما بينها حاجة اسمها الشعيرات الدموية. وطب مين اللي اكتشف الشعيرات الدموية؟ مالبيجي، عشان هتتسأل عليها. وبالمناسبة كان جدارها سمك رقيق جدا، 1/10,000 من الملي، علشان يسمح بعملية التبادل الغازي. انزيم له دور غير مباشر في الهضم في الامعاء الدقيقه، لسه قايلين هو الانتيروكاينيز. ما احنا قلنا انزيم غير هاضم ولكنه له دور في الهضم. ايه دوره في الهضم؟ ان هو كان بينشط التريبسين وجين الغير نشط لتريبسين نشط، فيقوم التريبسين يهضم البروتين. عمليه ترتفع اثناءها القصبه الهوائيه امام اللسان المضمار عند تحرك الطعام للمريء، ده عمليه البلع. حتى احنا كنا بنقول علل تعتبر عملية البلع رد فعل منعكس منسق. علل تعتبر عملية البلع رد فعل منعكس منسق.
لأنه أثناء عملية البلع ترتفع قمة الحنجرة والقصبة الهوائية أمام لسان المذمار فتسد فتحتها. أوعية دموية يتجه فيها الدم من جميع أجزاء الجسم إلى القلب. بص، من الجسم للقلب يبقى دي الأوردة. طب لو عكس من القلب للجسم يبقى ده الشرايين. عملة الطاقة يبقى من غير ما تفكر ال ATP. طب ال ATP ده تركيبه كان مهم، كان عبارة عن سكر خماسي الكربون اسمه سكر الريبوز، ماسك فيه قاعدة نيتروجينية اسمها قاعدة الأدينين، وماسك فيه 3 مجموعات من الفوسفات بالشكل ده. السؤال اللي بعده، مرور الإلكترونات من جزيء إلى آخر من السيتوكرومات فتنطلق الطاقة لتكوين جزيئات ATP من جزيئات ADP. يبقى دي سلسلة نقل الإلكترون. سلسلة نقل الإلكترون دي سلسلة كانت أو تفاعل كان بيحصل على الغشاء الداخلي للميتوكوندريا. اشمعنى الغشاء الداخلي للميتوكوندريا؟ لأنه هو اللي بيتوفر عليه السيتوكرومات. إيه السيتوكرومات ده؟ مرافقات إنزيم كانت بتاخد الإلكترون اللي جاي من أكسدة الناد BH أو الناد H عفوا والفاد H2 وتحمله من مستوى طاقة أعلى لمستوى طاقة أقل. وكل الإلكترون ما ينتقل من مستوى طاقة أعلى لمستوى طاقة أقل كان بيشع طاقة. الطاقة دي كنا بنستخدمها في تحويل ال ADP إلى ATP. حتى كنا بنسموا العملية دي عملية الفسفرة التأكسدية، لأن في تفاعلات البناء الضوئي، التفاعلات الضوئية فسفرة اسمها الفسفرة إيه؟ الضوئية. ألياف الحاجز بين البطينين تنقل الإشارة إلى العقدة، تنقل إشارة العقدة الأذينية البطينية. هو قال لك في الحاجز ما بين البطينين، يبقى دي ألياف هس. ركز بقى كده، لو سألك عن عقدة الجيب الأذينية دي موجودة في جدار الأذين الأيمن. عقدة أذينية بطينية ده في الجدار الفاصل ما بين الأذينين والبطينين. طب في الجدار الفاصل ما بين البطينين نفسهم ده اسمه ألياف هس. وعاء دموي يتم من خلاله إعادة الليمف إلى الجهاز الدوري. ما احنا قلنا ده الطريق الليمفاوي كان بينتهي بمين؟ كان بينتهي بالوريد الأجوف العلوي. السؤال اللي بعده، الجزء غير العضوي من سيتوبلازم الخلية وتحدث به عملية انشطار الجلوكوز. وانشطار الجلوكوز كان بيحصل في جزء اسمه ايه؟ كان بيحصل في جزء اسمه السيتوسول. ده كان مكان كده في السيتوبلازم يخلو من العضيات. السؤال اللي بعده، أنبوب طويل يحتوي على حلقات غضروفية ليظل مفتوحا باستمرار، ده كانت القصبة الهوائية. كنا بنقول تتميز بأنها مزودة بحلقات غضروفية غير مكتملة علل لتجعلها مفتوحة باستمرار. انزيم له دور غير مباشر في الهضم وقلناه ده انتيروكاينيز. عملية حيوية يقوم بها الكائن الحي لاستخراج الطاقة المختزنة في الروابط الكيميائية لجزيئات الطعام، ده عملية التنفس الخلوي. وقلنا في فرق ما بين التنفس الخلوي والتبادل الغازي. التنفس الخلوي ده عملية الجسم بيكسر فيها الروابط الكيميائية بين جزيئات الغذاء بغرض إنتاج الطاقة. أما التبادل الغازي ده عملية الجسم بيحصل فيها على الأكسجين وتخلص من ثاني أكسيد الكربون. يلا بينا على السؤال اللي بعد كده اللي هو سؤال علل لما يأتي. فيلا كده خربوش الشاي تاني ويلا بينا. السؤال الأول بيقول علل ملائمة النسيج العمادي في الورقة لإتمام عملية البناء الضوئي. احنا كنا بنقول إن النسيج العمادي ده عبارة عن خلايا مستطيلة برنشيمية عمودية على البشرة العليا. أهم حاجة فيه إن هو كان مزدحم بالبلاستيدات الخضراء والتي كانت ترتب نفسها في الجزء العلوي عشان تستقبل أكبر قدر من الطاقة الضوئية اللازمة للبناء الضوئي. يبقى إجابتي بكل بساطة لأنه مزدحم بالبلاستيدات الخضراء. ما تسكتش يا ولد. والتي كمل، برافو عليك، والتي ترتب نفسها في الجزء العلوي من الورقة لاستقبال أكبر قدر من الطاقة الضوئية. يغلب اللون الأخضر على البلاستيدة الخضراء. احنا قلنا البلاستيدة فيها أصباغ زي كلوروفيل أ وب وزنزوفيل وكاروتين. نسبة مين فيهم كانت أكبر؟ الكلوروفيل سواء أ أو ب نسبتهم 70%، والاثنين في المجمل لونهم أخضر. يبقى بسبب ارتفاع نسب أصباغ الكلوروفيل الأخضر. السؤال اللي بعده، قدرة الكلوروفيل على امتصاص الضوء. اولا كلوروفيل أ ده كان ليه صيغه في التركيب، كان جزيء معقد التركيب، كان تركيبه بيقول C55 H72 O5
N4 Mg. كانت ترجع القدرة على الكلوروفيل على امتصاص الضوء لوجود ذرتها المغنيسيوم الوسطية. ذرة المغنيسيوم دي يعتقد ان هي اللي اعطت جزيء الكلوروفيل القدرة على امتصاص الضوء. عشان كده لما يجي يقول لك ماذا يحدث اذا نما نبات في تربة فقيرة بالمغنيسيوم، يبقى يزداد اصفرار الاوراق، تلاقي اوراق النبات ابتدت تكون صفرة كده ومش متظبطة. السؤال اللي بعده اهو، وعلل وجود ذرة المغنيسيوم في مركز جزيء الكلوروفيل لتعطيه القدرة على امتصاص الضوء. تتميز الشعيرة الجذرية بأنها كثيرة العدد وتمتد خارج الجذر. احنا كنا بنقول الشعيرة الجذرية لها شوية ملائمة وظيفية كده. أول حاجة كثيرة العدد وتمتد خارج الجذر لتعمل على زيادة مساحة السطح. تفرز مادة لزجة لتساعدها على التغلغل والانزلاق بين حبيبات التربة. جذورها رقيقة لتسمح بنفاذ الماء والأملاح. تركيز محلول فجوتها العصارية أكبر من تركيز ماء التربة أو التربة ليسمح بانتقال الماء من التربة إليها بالإسموزية. يبقى هنا سهل على إنها كثيرة العدد وتمتد خارج الجذر، يبقى لتعمل على زيادة مساحة السطح. السؤال اللي بعده، هل نشاط الكبد يحسن من عملية الهضم؟ لأن الكبد يعمل على إفراز أو يقوم بإفراز العصارة الصفراوية، والتي تعمل على تحويل الدهون لمستحلب دهني. بتجزأ الدهون علشان لما يجي إنزيم اللايبيز يشتغل عليها يلاقيها سهلة. يبقى لأنه يقوم بإفراز العصارة الصفراوية والتي تعمل على تحويل الدهون لمستحلب دهني، فيسهل تأثير الإنزيم عليها. يوجد ببطانة المريء غدة تفرز المخاط. أولا بالمناسبة المخاط ده موجود على امتداد القناة الهضمية، ده مفيش نقاش، كلها. طب ليه المخاط في المريء؟ ليسهل من انزلاق الطعام. كان بيختلط بالطعام فيسهل عملية انزلاقه. طب كان في حاجة تانية بتحصل في المريء، كان بيحصل في المريء حاجة اسمها الحركة الدودية، ودي كانت مسؤولة عن خض الطعام وعجني وخلطي باللعاب، وكمان بتدفعه باتجاه مين؟ المعدة. الخاصية الشعيرية من القوى الثانوية، قلنا لسه قايلينها قدام، لأن احنا لما جينا نبص على الخاصية الشعيرية لقينا إنه في أضيق الأنابيب الشعيرية ارتفاع المية لم يتجاوز 150 سم. يبقى لأنه في أضيق الأنابيب الشعيرية لم يتجاوز صعود الماء والأملاح أكثر من 150 سم، اللي هو متر ونص يعني، ولكن أنا عندي أشجار يصل طولها إلى مئات الأمتار يعني. علل لا تؤثر الإنزيمات على نواتج التفاعل، لأن الإنزيم يعمل على زيادة سرعة التفاعل عن طريق تقليل طاقة التنشيط. الإنزيم كل اللي بيعمله إن هو بيزود سرعة التفاعل عن طريق إن هو بيقلل الطاقة اللازمة لبدء التفاعل، ولا يؤثر في نواتجه ولا يتأثر به. يعني هو ما بيأثرش في نواتجه وكمان ما بيتأثرش. يعني كمية الإنزيم الداخلة في بداية التفاعل هي اللي خارجة في نهاية التفاعل. وجود خلايا بلعمية بالطبقة الطلائية للخملات. احنا كنا بنقول اثناء الهضم في بعض قطرات الدهون لم تهضم هضم كامل، كان بيتم امتصاصها وبلعها عن طريق عمليه اسمها عمليه ايه؟ البلعمه. يبقى عمليه البلعمه ده عمليه الجسم بيمتص، او الخملات او بطانه الامعاء بتمتص فيها قطرات الدهون التي لم تهضم هضم كامل. يبقى لتعمل على امتصاص قطرات الدهون التي لم تهضم هضما كاملا. لا تنجح زراعة بعض الشتلات المنقولة من المزارع بعد فترة من تعرضها للشمس في النقل. احنا قلنا دايما حتى بتلاقيهم كده لما بيجوا ينقلوا الشتلات بيشيلوها بالطين معاها كده، علشان انا بخاف ان الهواء يدخل للجذر، ففقاعات الهواء لو دخلت هتقطع عمود الماء المتصل وصعود الماء والاملاح هيتوقف. بسبب
دخول فقاعات الهواء والتي تؤدي إلى قطع عمود الماء المتصل، مما يتسبب في موت الشتلات. علل وجود الكثير من التحززات بالامعاء الغليظه في الانسان. كنا بنقول لما نيجي نبص على الامعاء الغليظه في الانسان هنلاقي فيها تحززات كتير جدا، لان الطعام الغير مهضوم كان بيبقى خارج معاه ميه وملح. فوظيفه التحززات اللي بتبقى موجوده في الامعاء الغليظه انها تعيد امتصاص الماء والاملاح اللي طالع مع الطعام الغير مهضوم. يبقى اجابتي لتعمل على امتصاص الماء والاملاح الخارج مع الطعام الغير مهضوم. يطلق على مركبين بي اتش 2 و اي تي بي مركبات طاقة تثبيتية، شرحناها لسه. قلنا حيث انه في التفاعلات اللادوئية يتم تثبيت غاز ثاني اكسيد الكربون باتحاد مع الهيدروجين المحمول على النات بي، وذلك بمساعدة الطاقة المخزنة في الاي تي بي. يتغير عدد دقات القلب حسب الحالة الجسمية أو النفسية للإنسان، حيث أنه يتحكم في معدل نبضات وضربات القلب عصبين، عصب اسمه السمبثاوي وعصب اسمه الحائر. السمبثاوي ده كان بيزود معدل ضربات القلب في حالات الفرح وحالات الخوف مثلا، والاستيقاظ عند الاستيقاظ من النوم، وده كان بيقلله زي في حالات الحزن وعند النوم. يعتبر الجهاز الليمفاوي هو الجهاز المناعي لجسم الإنسان. ليه الجهاز الليمفاوي هو الجهاز المناعي لجسم الإنسان؟ الجهاز الليمفاوي هو الجهاز المناعي لجسم الإنسان بسبب قدرته الدفاعية وقدرته على إنتاج الأجسام المضادة. ده كمان الجهاز الليمفاوي ده من وظائفه انه كان بيحتوي على العقد الليمفاويه اللي بتعتبر مخزن لخلايا الدم البيضاء. وجود النقر على جدران اوعيه وقصيبات الخشب، كنا بنقول في وعاء الخشب كده ان هو كان من الداخل يبطن بالجنين ما عدا فتحات صغيره كانت تعرف باسم النقر، اللي كان بينتقل من خلالها الماء والاملاح لاجزاء النبات المختلفه. يبقى لتسمح بمرور الماء والاملاح لاجزاء النبات المختلفة. وجود العقد الليمفاوية على مسافات معينة بطول الأوعية الليمفاوية. احنا كنا بنقول يا جماعة إن العقد الليمفاوية ديت شغالة كمصاف بتعمل على تصفية الليمف وفلترته بما فيه من أجسام غريبة وميكروبات وحطام خلايا. يبقى لتعمل كمصاف لتصفية الليمف من الأجسام الغريبة، بقى في بكتيريا في فيروس في أي خلية غريبة دخلت تصفيه منها. مجموعة انزيمات البيبتيديز عدة أنواع وليست نوعا واحدا. احنا كان عندنا انزيم اسمه انزيم البيبتيديز، ده كان بيهضم عديد البيبتايد ويحوله لأحماض أمينية. طب ليه انزيمات البيبتيز دي أنواع مش نوع واحد؟ بسبب اختلاف عديدات البيبتايد. هل عديدات البيبتايد كلها واحد؟ لا، ده اختلاف عديدات البيبتايد ده بيختلف بسبب عدد الاحماض الامينيه في كل سلسله. يعني ممكن تلاقي سلسله فيها 10 احماض امينيه وسلسله ثانيه فيها 5، هل دول زي بعض؟ لا. او انواع الاحماض الامينيه، هل الانواع اللي موجوده هنا زي هنا؟ لا. او ترتيبها ترتيب ده زي ده؟ لا. يبقى بسبب اختلاف انواع عديدات البيبتايد. واحنا كنا بنقوله ان الانزيم ده ماده ايه؟ متخصصه، يعني كل انزيم بيكون له ماده تفاعل واحده بيسموها الهدف. لبعض الاورده صمامات. طبعا اللي اكتشف الصمامات ده ويليام هارفي. ويليام هارفي اكتشف الصمامات لما كان بيدرس الدوره الدمويه اللي اكتشفها الطبيب العربي ابن النفيس. ليه لبعض الاورده صمامات؟ لتمنع الرجوع العكسي للدم، وخاصة في الأطراف. يعني مثلا في أوردة جاية من الأطراف السفلية طالعة فوق كده في اتجاه القلب واخدة الدم الغير مؤكسج. نتيجة لتأثير الجاذبية ممكن يرجع الدم ينزل تاني. يبقى لمنع الرجوع العكسي للدم
مرة أخرى. يستمر القلب في الانقباض المنتظم حتى بعد أن يفصل تماما من الجسم وينفصل عن الأعضاء المتصلة به، لأنه عضو ذات الحركة. لأن احنا كنا بنقوله منشأ ضربات القلب ذاتي. يعني ايه ذاتي؟ هو نفسه. مين اللي كان المنشئ بتاع ضربات القلب؟ اللي هي عقدة الجيب الأذينية. تبادل غازات التنفس في النبات يتم بطريقة مباشرة. احنا كنا بنقول ان الغازات التنفسية في النبات او التنفس في النبات بيتم ما بينه وما بين البيئة على طول. يبقى ليه؟ بسبب وجود خلايا، بعض الخلايا النباتية مواجهة للبيئة مباشرة. يعني في بعض الخلايا في النبات مواجهة لخلايا او البيئة الخارجية مباشرة، فعشان كده بيحصل التبادل بشكل مباشر. السؤال اللي بعده: للجهاز التنفسي دور في عملية الإخراج، حيث يخلص الجسم من حاجتين. رقم 1 ثاني أكسيد الكربون، ورقم 2 بخار الماء اللي هو الماء الزائد عن الحاجة. جسمنا يا شباب بيفقد في اليوم الواحد 2500 ملي لتر من المية، اللي هم اللترين ونص. يعني في منهم نص لتر اللي هو 500 سنتيمتر يعني مكعب بيفقدهم عن طريق الرئة في صورة ايه؟ بخار. أهمية وجود بخار الماء في الحويصلات الهوائية: احنا كنا بنقول ان الحويصلات الهوائية دي تعتبر أسطح تنفس فعلية. ليه بتعتبر أسطح تنفس فعلية؟ لأنها كانت محاطة بشبكة كثيفة من الشعيرات الدموية، جذورها رقيقة وفيها بخار ماء. بخار الماء ده كان بيعمل على حاجتين: أول حاجة ترطيب الحويصلة الهوائية، رقم 2 ذوبان كل من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. يبقى ليعمل على ترطيب الحويصلة الهوائية ويعمل على ذوبان كل من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. يرتبط البناء الضوئي بالتنفس في النباتات، لأن ما يحدث في البلاستيدة الخضراء يعاكسه ما يحدث في الميتوكوندريا. احنا كنا بنقول يا شبابنا الجميل ان دي لو البلاستيدة ودي الميتوكوندريا. في البلاستيدة بيحصل بناء ضوئي، يتكون جلوكوز واكسجين. نقوم انا واخد الجلوكوز والاكسجين مدخلهم الميتوكوندريا، فنأكسدهم فيديني طاقة ويديني ميه ويديني ثاني اكسيد كربون. نقوم واخد الميه وثاني اكسيد الكربون تاني مرجعهم للبلاستيدة، نعمل بيهم بناء ضوئي وتفضل لف بينا يا دنيا كده. قد تتنفس الكائنات الحية مثل البكتيريا والخميرة تنفسا لا هوائيا، يبقى بسبب غياب ونقص الأكسجين. يلا بينا على السؤال اللي بعده: ما النتائج المترتبة؟ ولكن خلينا نحل الأسئلة دي واحنا قاعدين كده، معلش يا شباب، لأن أنا يعني خلاص بطلت شوية كده، فخلينا نقعد ونحلهم واحنا قاعدين مع بعض. يلا كمان خربوش شاي ويلا بينا. السؤال اللي بعده: من النتائج المترتبة على. السؤال الأول بيقول: ما النتائج المترتبة على اختفاء ذرة المغنيسيوم من مركز جزيء الكلوروفيل؟ كلنا عارفين إن الكلوروفيل ده كان جزيء معقد التركيب، صيغته كانت بتقول C55 H72 O5 N4 Mg. ذرة المغنيسيوم اللي موجودة في جزيء الكلوروفيل هي ذرة وسطية، وكان يعتقد أنها هي التي تعطي جزيء الكلوروفيل القدرة على امتصاص الضوء، فلو اختفت يبقى يفقد جزيء الكلوروفيل القدرة على امتصاص الضوء، وبالتالي تلاقي انه الأوراق النبات يزداد اصفرار الأوراق، لأن خلاص النبات ما عادش قادر يمتص الضوء. نفس الفكرة السؤال ده ممكن يجيلك بصيغة تانية: من النتائج المترتبة على نمو النبات في تربة فقيرة بالمغنيسيوم؟ هي السؤال اللي بعده بيقول: ما النتائج المترتبة على لو تم امتصاص الطعام المهضوم عن طريق الخملات بالانتشار الغشائي فقط؟ يبقى احنا كنا بنقول ان عملية الامتصاص كانت بتتم عن طريق الانتشار وعن طريق النقل النشط. فهنا الراجل مشكورا في السؤال بيقول لك يحصل ايه لو عملية الامتصاص بتاعة الطعام المهضوم دي تمت عن طريق الانتشار فقط وما كانش فيه نقل نشط؟ يبقى اجابتي لن يتم امتصاص كل الطعام المهضوم، لان في جزء من الطعام مش هيحصل له امتصاص. ليه؟ لان تركيزه داخل الامعاء اكبر من تركيزه داخل الدم.
السؤال اللي بعده: ما النتائج المترتبة على دخول إنزيم التيالين إلى المعدة؟ كنا بنقول إن إنزيم التيالين ده إنزيم بيهضم النشا في الفم وشغال عند وسط اتش القيمة بتاعته 7.4. لما يروح للمعدة هيلاقي إن الوسط من 1.5 ل2.5، يعني الوسط حامضي، يبقى يتوقف عمل إنزيم التيالين. ليه؟ لوجود الوسط الحامضي بفعل مين؟ بفعل ال HCl. السؤال اللي بعده: ما النتائج المترتبة على عدم وجود ذرة المغنيسيوم؟ لسه حلينه فوق. زراعة نبات طيني في تربة صحراوية. لما نروح النبات مزروع في أرض طينية، نروح نزرعه في أرض صحراوية أو في تربة صحراوية، هنا هيواجه حاجتين. أول حاجة هيواجهها إن التربة ديت تتميز بأنها فقيرة بالماء. كمان تاني حاجة هيواجهها هي ارتفاع درجة الحرارة. فالنبات ده هيحصل له ايه؟ يذبل ويموت. طب يتكيف ازاي؟ يتكيف ازاي النبات ده اهو؟ يتكيف عن طريق ان هو هيزود، شوف اسمع بقى الكلام، هيزود تركيز محلول فجوته العصارية، يعني هيزود الضغط الاسموزي لخلايا الجذر بتاعه علشان يقدر يمتص المية من التربة، وهيزود سمك طبقة الكيوتين علشان يقلل فقد المية وبالتالي يحافظ على الماء داخل النبات. السؤال اللي بعده بيقول: ما النتائج المترتبة على لم تفرز بيكربونات الصوديوم في العصارة البنكرياسية؟ احنا كنا بنقول ان العصارة البنكرياسية فيها بيكربونات صوديوم، وده عشان تعمل معادلة لحموضة ال HCl. يبقى إجابتي لن يتم معادلة حموضة ال HCl اللي جاية من المعدة طبعا، وبالتالي لن تعمل انزيمات الامعاء. يعني الانزيمات اللي شغاله في الامعاء زي انزيم مثلا التريبسين اللي كان جاي من العصاره البنكرياسيه، واللايبيز، وانزيم البيبتيديز، وانزيم المالتيز، والسكريز، كل ده مش هيشتغل لانهم كانوا عايزين بي اتش كام؟ 8. واللي كان بيخلي البي اتش 8 هو بيكربونات مين؟ الصوديوم. السؤال اللي بعده: من النتائج المترتبه على تعريض طحلب بالكلوريلا للضوء لمده ثانيتين فقط؟ ده اللي كان عمله العالم اللي كنا اتكلمنا عنه اللي هو اسمه ايه؟ ميلفين كلفن. كنا بنقول يتكون مركب كيميائي ثابت ثلاثي الكربون يسمى بجال فوسفوجليسرال الدهايد. يستخدمه النبات في بناء الجلوكوز، ويستخدمه في بناء البروتين، ويستخدمه في بناء الدهون. السؤال اللي بعده: من النتائج المترتبة على إضافة كمية من العصارة الصفراوية إلى الدهون؟ يتم تجزئة الدهون وتحويلها الى مستحلب دهني. مش العصاره الصفراء دي كانت بتطلع من الكبد عشان تحول الدهون لمستحلب دهني علشان يسهل ويسرع تأثير الإنزيمات عليها. السؤال اللي بعده: من النتائج المترتبة على نقص أو غياب الصفائح الدموية في دم الإنسان؟ الصفائح الدموية دي كانت وظيفتها تجلط الدم، يبقى لن يتجلط الدم عند حدوث جرح، مما قد يؤدي إلى صدمة يعقبها الوفاة. يبقى بالتالي الدم مش هيتجلط لو حصل جرح لا قدر الله، وبالتالي هينزف، فحجم الدم هيقل. فكنا حتى بنقول في الشرح يحصل له حاجة اسمها هايبو فوليميك شوك. السؤال اللي بعده: من النتائج المترتبة على عدم وجود شرائط الليجنين في أوعية الخشب؟ هي شرائط الليجنين في أوعية الخشب كانت وظيفتها إيه؟ تقوية الساق ومنع تقوسه للداخل. طب لو اختفت بقى يصبح أو تصبح الساق ضعيفة وقد تتقوس وتنحني للداخل. السؤال اللي بعده: ما النتائج المترتبة على انتقال الدم من الأمعاء إلى الوريد البابي الكبدي عبر الشعيرات الدموية؟ احنا كنا بنقول ان الطريق الدموي بيبدأ بالشعيرات الدموية اللي موجودة في الأمعاء ثم الوريد البابي الكبدي. الوريد البابي الكبدي ده كان بياخدها ويدخل بقى على مين؟ على الكبد.
عشان الكبد يفلتر ويضيف تعديلات ثم تطلع إلى الوريد الكبدي. يبقى يقوم الكبد بتنقيتها من السموم وإضافة بعض التعديلات عليها، ثم تخرج عن طريق الوريد الكبدي. يبقى الوريد الباب الكبدي هينجلها للكبد، الكبد يفلترها وينقيها من السموم ويضيف بعض التعديلات عليها، وبعدين تطلع عن طريق الوريد الكبدي اللي هيروح يصبها في الوريد الأجوف السفلي في الأذين الأيمن في القلب. السؤال اللي بعده: ما النتائج المترتبة على انشطار الجلوكوز في سيتوسول الخلية الحية؟ احنا كنا بنقول ان نواتج انشطار الجلوكوز 3 اتنينات لو انت فاكرهم. 3 او اول حاجة 2 ناد اتش، 2 اي تي بي، 2 بايروفيك. يبقى ينتج عن ذلك، قول له بقى الثلاث اتنينات: 1 2 ناد اتش، و2 2 اي تي بي، و3 2 بايروفيك. عند نقص الاكسجين داخل الانابيب الغرباليه، احنا كنا بنقول يا جماعه ان الانابيب الغرباليه بتنقل المواد الغذائيه عن طريق حركه اسمها الانسياب السيتوبلازمي. والانسياب السيتوبلازمي ده كان بيتاثر بدرجه الحراره ويتاثر بالاكسجين. فعند انخفاض درجه الحراره ونقص الاكسجين كان يقل معدل حدوث الانسياب السيتوبلازمي، وبالتالي يقل معدل نقل المواد الغذائيه. يبقى يقل معدل نقل المواد الغذائية نتيجة بطء حركة الانسياب السيتوبلازمي. السؤال اللي بعده: اتحاد الاسيتايل مع حمض الاوكزالو اسيتيك. اول خطوة كان في دورة كريبس ان كان الاسيتايل ثنائي الكربون بيتحد مع حمض رباعي الكربون اسمه اوكزالو اسيتيك، وكان بينتج عن كده حمض ثلاثي الكربون اسمه الستريك. يبقى يتكون حمض سداسي الكربون يسمى بالستريك. الستريك ده كان بيمر بثلاث مركبات وسطية اللي هم كيتوجلوتاريك وساكسينيك وماليك. السؤال اللي بعده: ما النتائج المترتبة على إضافة الخميرة إلى محلول سكري في درجة حرارة مناسبة؟ طبعا في إناء، كمل كده، في إناء محكم الغلق علشان ما يكونش فيه أكسجين يعني. يبقى إجابتي على طول: تقوم الخميرة بعمل تنفس خلوي لا هوائي، بين قوسين يعني تخمر كحولي، حيث ايه بقى؟ يختزل. مين اللي هيختزل؟ قلنا حمض البيروفيك. هيختزل لايه؟ هيختزل الى كحول ايثيلي ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. ماذا يحدث في حالة غياب مرافق الانزيم كو اي في عملية التنفس الهوائي؟ احنا كنا بنقول ان عندي مرافق انزيم اسمه كو اي، او بالعربي مرافق الانزيم الف. مرافق الانزيم الف ده وظيفته انه كان بيتحد مع الاسيتايل ودخله دورة كريبس. يبقى لن تتم دورة كريبس، وذلك لأن مرافق الإنزيم ألف اللي هو الكوئي يعني هو المسؤول عن دخول الأسيتايل دورة كريبس. يبقى الأسيتايل مش هيدخل دورة كريبس، وبالتالي دورة كريبس مش هتحصل. ما النتائج المترتبة على وصول الأكسجين بوفرة إلى الخلايا العضلية المصابة بالتعب العضلي؟ الخلايا العضلية المصابة بالتعب العضلي ده معناها إيه؟ معناها إن حصل فيها تنفس خلوي لا هوائي، ودلوقتي عندها تراكم حمض اللاكتيك، يعني حمض اللاكتيك متراكم جواها. طب الراجل بيقول لك يحصل ايه يعني من النتائج المترتبه على، خد بالك من النتائج المترتبه على معناها يحصل ايه. من النتائج المترتبه على وصول الاكسجين بوفر الخلايا العضليه اللي فيها حمض اللاكتيك يحصل ايه بقى؟ قال له والله ساعتها حمض اللاكتيك ده هو هيحصل له ايه؟ يتأكسد حمض اللاكتيك ويعود الى بيروفيك، يدخل في التنفس الخلوي الهوائي.
يبقى اللي هيحصل ان اللاكتيك ده يحصل له اكسده ويرجع لبيروفيك تاني، عشان البيروفيك ده يدخل في التنفس الخلوي الهوائي مره تانيه. ده بالنسبه للسؤال الخاص بالنتائج المترتبه على. يلا بينا على السؤال اللي بعده. صوب ما تحته خط في العبارات التاليه. السؤال الأول بيقول الجدر الخلوية تتميز بخاصية النفاذية الاختيارية. ما حصلش. اللي كان بيتميز بخاصية النفاذية الاختيارية ده الأغشية، برافو عليك، البلازمية. السؤال اللي بعده بيقول تعتمد التغذية الذاتية في النباتات الخضراء على عمليتان هما تفاعلات الضوء وتفاعلات الظلام. لا، تفاعلات الضوء وتفاعلات الظلام ده البناء الضوئي، ولكن التغذية الذاتية كانت بتمر بمرحلتين هما مين؟ امتصاص الماء والأملاح ده المرحلة الأولى، والبناء الضوئي ده المرحلة الثانية. السؤال اللي بعده بيقول بكتيريا الكبريت الخضراء والأرجوانية من الكائنات مترممة التغذية. ما حصلش. من الكائنات ذاتية التغذية، لأن احنا كنا بنقول عندها كلوروفيل بكتيري أبسط من الكلوروفيل العادي. الطبقة الإسفنجية في الورقة تكون مزدحمة بالبلاستيدات الخضراء. لا، اللي كان مزدحم بالبلاستيدات الخضراء هو الطبقة العمادية، وقلنا البلاستيدات دي كمان بترتب نفسها في الجزء العلوي من الورقة علشان تستقبل أكبر قدر من الضوء. السؤال اللي بعده بيقول مصدر غاز الأكسجين المنطلق من عملية البناء الضوئي وثاني أكسيد الكربون. لا، هو الماء، وده اللي أثبته العالم فانيل أو فان نايل. يتم هضم البروتين في المعدة عن طريق انزيم التريبسين. لا، هو التريبسين أي نعم بيهضم البروتين، ولكن كان بيهضمه في الأمعاء، ولكن في المعدة كان بيتم الهضم عن طريق انزيم البيبسين. عن طريق انزيم مين؟ البيبسين. السؤال اللي بعده الخيوط السيتوبلازمية تفصل الأنابيب الغربالية عن بعضها. اللي كان بيفصل الأنابيب الغربالية عن بعضها حاجة اسمها الصفائح الغربالية. احنا كنا بنقول يا جماعة ان الأنابيب الغربالية عبارة عن خلايا مستطيلة مترصة فوق بعضها. الجدر العرضية اللي بتفصل ما بينها اتثقبت فعملت حاجة اسمها الصفائح الغربالية. تعتبر الخاصية الشعيرية من القوى الأساسية في رفع العصارة؟ لا، من القوى الثانوية، لأن احنا قلنا إنه في أضيق الأنابيب الشعيرية لم يتجاوز صعود العصارة أكثر من 150 سنتي، وبالتالي لم تستطع تفسير انتقال العصارة في الأشجار شاهقة الارتفاع. الهضم هو عبور المركبات الغذائية المهضومة للدم والليمف. لا، عبور المركبات الغذائية المهضومة للدم والليمف ده كان اسمه الامتصاص وليس الهضم. انزيم اللايبيز يحلل النشا مائيا الى سكر ملتوز. لا، انزيم التيالين او الاميليز. طبعا الاميليز ده في منه نوعين، اميليز لعابي واميليز بنكرياس. تمر فيتامينات بي 1 وبي 2 وسي بالطريق الليمفاوي. لا، اللي كان بيعدي في الطريق الليمفاوي كنا بنقول عليهم فيتامينات ايه كده؟ فيتامين كي واي ودي واي. يبقى كي واي ودي واي، خليك فاكرهم فيتامينات كده. تنتقل نواتج عمليه الهضم للدم والليمف بالخاصيه الاسموزيه. لا، قلنا الامتصاص كان بيحصل يا اما بالانتشار والنقل النشط. توجد الخلايا المرافقه في اوعيه الخشب. لا، اوعيه الخشب كانت عباره عن، او الخشب عموما نسيج الخشب كان عباره عن اوعيه وقصيبات وخلايا اسمها برانشيم الخشب. لكن الخلايا المرافقه دي كانت بتبقى موجوده في نسيج مين؟ اللحاء، لان اللحاء كان بيتكون من انابيب غرباليه، وكل انبوبه غرباليه كان جنبها خليه اسمها الخلايا المرافقه اللي كانت بتحتوي على نواه بتنظم لها العمليات الحيويه بتاعتها، وكمان فيها ميتوكوندريا كانت بتمدها بالطاقه اللازمه لنقل المواد الغذائيه. السؤال اللي بعده. سلام على خربوش النسكافيه دي، خربوش النسكافيه. فسرت نظريه الضغط الجذري صعود الماء والاملاح الاشجار العاليه. يا جماعه قلنا الضغط الجذري والتشرب والشعيريه كانوا من القوى الثانويه. امال مين اللي فسر في الاشجار العاليه اللي بيصل طولها الى 100 متر؟ قوى التماسك والتلاصق والشد الناتج عن النتح، ودي اللي فسرها العالمان ديكسون، برافو عليك، وجولي. الخطوط السيتوبلازميه تفصل الانابيب الغرباليه لسه حلينها، الصفائح الغرباليه طبعا. عدد الأوعية الدموية التي تحمل دما مؤكسجا وتخرج من القلب 4. لا، ما حصلش. اللي شايل دم مؤكسج وطالع من القلب هو واحد فقط، اللي هو مين؟ الأورطة.
طب انا لو جيت قلت عدد الاوعيه الدمويه التي تحمل دما مؤكسجا وتدخل، مش وتخرج، وتدخل الى القلب، يبقوا اربعه، اللي هم مين؟ اربع اورده رئويه جايين من كل وردين من الرئه. يبقى اللي طالع من القلب شايل دم مؤكسج هو الاورطه بس، اللي داخل شايل دم مؤكسج برافو عليك هم اربعه اورده. طب اللي داخل شايل دم غير مؤكسج اتنين، وريد اجوف علوي وريد اجوف سفلي. طب اللي طالع شايل دم غير مؤكسج واحد، اللي هو الشريان الرئوي. يعمل انزيم البيبتيديز على تحويل الدهون المجزأة الى احماض دهنية وجليسرين، لا انزيم اللايبيز. كنا بنقول ان الدهون اول حاجة بتأثر عليها العصارة الصفراوية فتجزأها وتحولها لمستحلب دهني، عشان يجي انزيم اللايبيز يمسك المستحلب الدهني او الدهون المجزأة ديت ويحولها الى احماض دهنية. الخطوة الأولى في أكسدة جزيء الجلوكوز هي سلسلة نقل الإلكترون. لا، سلسلة نقل الإلكترون يا دكتور كانت الخطوة الأخيرة. الخطوة الأولى هي انشطار الجلوكوز. يبقى الانشطار بتاع الجلوكوز، يبقى انشطار الجلوكوز اهو. انشطار ايه؟ الجلوكوز. السؤال اللي بعده، يتحد الهيموجلوبين بالاكسجين وتتكون ماده اسمها كربامينو هيموجلوبين. لا، الاكسجين مع الهيموجلوبين بيسموه اوكسي هيموجلوبين. طب يا دكتور الكربامينو هيموجلوبين ده عباره عن ايه؟ عباره عن ثاني اكسيد الكربون زائد هيموجلوبين. طب لو كان اول اكسيد الكربون مع الهيموجلوبين ده بيسموها ماده بيسموها كربوكسي هيموجلوبين. السؤال اللي بعده، صفائح دمويه زائد خلايا محطمه، عوامل تجلط تكون الهبارين. احنا كنا بنقول ان الخطوه اللي انت شايفها قدامك ده ايه؟ دي تعتبر الخطوه الاولى في تجلط الدم. كانت بتتكون ماده اسمها ثرومبو بلاستين. عشان الثرومبوبلاستين بعد كده كان بيحول ايه؟ كان بيحول ماده او بروتين البروثرومبين لثرومبين، وبعد كده الثرومبين كان بيحول الفايبرينوجين الى فايبرين. السؤال اللي بعده، تحتوي الرئه الواحده على مليون حويصله هوائيه. لا، كنا بنقول 600 مليون. وكنا بنقول ان الحويصلات الهوائيه دي تعتبر اسطح تنفس فعليه علشان محاطه بشبكة من الشعيرات الدموية وجدرها رقيقة. وكنا بنقول كمان إن هي فيها بخار للمية اللي بيعمل على ترطيبها واللازم لذوبان كل من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. تشكل نسبة الخلايا في الدم 54%. لا، اللي كان 54% ده البلازما. طب الخلايا دي كانت كام؟ 46%. يفقد الإنسان يوميا 2500 سم من الماء من خلال الجهاز التنفسي. لا، هو بيفقد 2500 من الجسم كله، لكن من خلال الجهاز التنفسي كانوا 500 سنتي بس، سنتي مكعب طبعا. تعتبر جزيئات نات بي بمثابة عملة الطاقة. لا، عملة الطاقة كنا بنقول مين؟ ال ATP. السؤال اللي بعده، ناتج أكسدة جزيء واحد من الجلوكوز في عملية التنفس الهوائي هو 5 جزيئات ATP. لا، في التنفس الهوائي 38 ATP، ولكن في اللاهوائي كانوا 2 بس. ولكن خد بالك مقدار الطاقة الناتجة في التخمر الكحولي أكتر شوية من التخمر الحمضي. تحتاج عملية الهضم هضم المواد الغذائية لمواد بروتينية محفزة تعرف باسم الهرمونات. لا، تعرف باسم الإنزيمات وليس الهرمونات. كنا بنقول بقى من خصائص الإنزيمات إنها مواد متخصصة لا تؤثر في نواتج التفاعل ولا تتأثر به، إن هي كل اللي بتعمله إنها بتزود سرعة التفاعل عن طريق إن هي بتقلل طاقة التنشيط. كنا بنقول كمان عن الإنزيمات إن كل إنزيم له أس هيدروجيني يكون عنده أكثر نشاطا بنسموه الأس الهيدروجيني الأمثل، ودرجة حرارة بيكون عندها أكثر نشاطا بيسموها درجة الحرارة المثلى. كنا بنقول كمان إن الإنزيم قد يكون له تأثير عكسي، يعني يشتغل في الاتجاهين، يخلي المتفاعلات نواتج ويخلي النواتج متفاعلات. وكمان كنا بنقول ان الانزيم قد يفرز في صورة غير نشطة ويحتاج الى مادة منشطة. ده احنا لسه حلينه وده حلين. الصفحة دي مكررة باين. مكررة دي، معلش دي مكررة. السؤال اللي بعده، اذكر مكان ووظيفة كل من. اول حاجة غشاء التمر. شوف انا بجاوب ازاي. اول حاجة بكتب كده المكان وبعدين الوظيفة. المكان يحيط بالقلب داخل تجويف الصدر. طب الوظيفة، وظيفته بيعمل ايه؟ حماية القلب وتسهيل حركته، تسهيل حركة القلب يعني. الصفائح الدموية نفس الفكرة. المكان، الوظيفة. المكان في الدم وظيفتها تجلط الدم لوقف النزيف عند حدوث جرح. العقد الليمفاوية
كنا بنقول المكان بتاعها، تعال شوف اقول لك مكانها بالظبط بالظبط. مكانها كانت بتوجد على مسافات معينه على امتداد الاوعيه الليمفاويه، يعني الاوعيه الليمفاويه في الجسم هي موجوده بص كده على مسافات معينه من الاوعيه الليمفاويه، ده المكان. الوظيفه تعمل كمصاف لتصفيه الليمف وفلترته من الميكروبات وحطام الخلايا. التريبسينوجين موجود في العصاره البنكرياسيه، ينشط عن طريق الانتيرو كاينيز ويهضم البروتين ويحوله الى عديد بيبتايد. ناد بي المكان بتاعه البلاستيدة الخضراء، وركز ده هنا قال لك ناد بي، ما انا قلت لك في ناد وناد بي. ناد ده كان في اكسده الجلوكوز في التنفس، ناد بي ده في انشطار الميه. بلاستيدات خضراء وظيفته استقبال وتثبيت الهيدروجين. الصمام ثنائي الشرفات او ساعات يقول لك عليه الميترالي، مكانه بين الاذين الايسر والبطين الايسر. وظيفته يسمح بحركة الدم في اتجاه واحد من الاذين للبطين ويمنع رجوعه مرة اخرى. السؤال اللي بعده، انزيم التيالين المكان في الفم، الوظيفة هضم النشا إلى سكر ثنائي هو المالتوز. الأنتيروكاينيز عصارة أو المكان بتاعه في الأمعاء، في الأمعاء. الوظيفة تنشيط التريبسينوجين إلى تريبسين. كلام جميل جدا جدا جدا. تعالى بعد كده نقول وضح بالرسم مع كتابة البيانات واحدة واحدة. أول حاجة تركيب الشعيرة الجذرية. الشعيرة الجذرية كانت بتبقى عبارة عن إيه؟ كانت بتبقى عبارة عن امتداد لخلية واحدة من خلايا طبقة البشرة والطبقة الوبرية. هنرسم الأول أدا طبقة البشرة أهي. وبعدين هنعمل الشعيرة الجذرية كده امتداد لخلية واحدة من خلايا طبقة البشرة والطبقة الوبرية. عايز ترسم بعد كده طبقة القشرة يبقى كتر خيرك اهو، خلايا طبقة القشرة. ثم بعد كده كانت بيحصل لها ايه؟ تبطن من الداخل بطبقة رقيقة من السيتوبلازم، وبتحتوي على نواة وجواها فجوة عصارية كبيرة. واكتب بياناتي: خلايا البشرة، نواة، فجوة عصارية، سيتوبلازم. طبعا طولها كان 4 مللي وعمرها قصير وعرفنا القصة دي. تركيب البلاستيدة الخضراء. أولا شكل البلاستيدة الخضراء كان بياخد شكل إيه؟ شكل عدسة محدبة، كتلة من الخلايا لونها أخضر واخدة شكل عدسة محدبة بالشكل ده أهو أهو، بالظبط كده. أول حاجة فيها كان عندها غشاء مزدوج بالشكل ده أهو. الغشاء ده سمكه كان لا يتجاوز الكام؟ سمكه كان لا يتجاوز، برافو عليك، 10 نانومتر اهو. ثم بعد كده الارضيه بتاعتها اللي انا كنت بسميها النخاع او الستروما. ثم اول حاجه كنت بلاقيها في الارضيه حبيبات نشا، تتميز بانها كثيره العدد وصغيره الحجم، لانها سرعان ما تتحول لسكر احادي ينتقل الى اجزاء اخرى تحت ظروف معينه اهو. ثم بعد كده اهم حاجه فيها حبيبات الجرانه، عباره عن حبيبات قرصيه متراصة فوق بعضها بالشكل ده اهو، قد يصل عددها إلى 15 قرص في حباية الجرانة الواحدة. كنا بنقول إنه ممكن يحصل امتداد لحواف في أحد الأقراص عشان تمسك في قرص موجود في حباية جرانة تانية بالشكل ده اهو، عشان تزود مساحة مين؟ عشان تزود مساحة السطح كده. وكان عندي جزيئات من الدي ان ايه، فاكتب بقى غشاء مزدوج، حبيبات نشا، أقراص الجرانة،
والأرضية دي كنا بنسموها النخاع أو بنسموها الستروما. تركيب الميتوكوندريا. الميتوكوندريا كانت بتبقى عضية كيسية الشكل برضو، عندها غشائين. الغشاء الداخلي كان بيطلع منه مجموعة من الانسناءات بالشكل ده اهو. الانسناءات دي احنا كنا بنسموها الأعراف، ودي كانت بتعمل على زيادة مساحة السطح. يبقى غشاء خارجي، الغشاء الداخلي ده طالع منه حاجة اسمها أعراف، وده كنا بنسموه النخاع. طبعا برضو الميتوكوندريا كان بيبقى فيها جزيئات برضو من الدي ان ايه لو انت عايز تكتبها، لان الدي ان ايه مش موجود قلت لك بره النواة الا في مكانين، في الميتوكوندريا والبلاستيدة الخضراء. الدورة البابية الكبدية. الدورة البابية الكبدية كانت بتبدأ منين؟ كانت بتبدأ من الشعيرات الدموية. الشعيرات الدموية اللي جاية منين؟ الشعيرات الدموية اللي جاية من الأمعاء، وبعدين تروح على الكبد عن طريق وريد اسمه الوريد الباب الكبدي. تعال نرسم الكبد الأول أهو. أدا الكبد أهو، الكبد أهو، وده الوريد اللي داخل الكبد اللي اسمه الوريد إيه؟ الباب الكبدي. وده الأمعاء. الأمعاء دي كان بيطلع منها بالشكل ده هو شعيرات دموية بالشكل ده. الشعيرات الدموية دي كانت بتتجمع وتروح تصب في الوريد اللي اسمه الوريد الباب الكبدي. وبعدين الوريد الباب الكبدي عدى على الكبد، ومن الكبد يطلع الوريد التاني اللي اسمه الوريد ايه؟ الكبدي. يبقى انا اهو اجابتي الامعاء، شعيرات دموية، وريد بابي كبدي، كبد، وريد كبدي. طبعا الوريد الكبدي ده كان هيروح يصب في الوريد الاجوف السفلي اللي هيصب في الاذين الايمن في القلب. وضح بالرسم تجربة توضح التنفس في النبات. الثلاث تجارب دول مهمين جدا. اولا التجربة اللي بتوضح التنفس في النبات، كنا بنجيب ايه في التجربة دي؟ كنا بنجيب الصيص جردل يعني مزروع فيه نبات اخضر بالشكل ده اهو، وبعدين نحط القصيص دهوت على لوح زجاجي، ونحط جنبه كوب من ماء الجير الرائق، ونجيب ناقوس زجاجي نقلبه عليه كده، ونروح على الناحية التانية نجيب برضو قصيص، بس المرة دي قصيص فارغ ما فيهوش حاجة، نحطه برضو على لوح زجاجي وجنبه كوباية من ماء الجير الرائق، ونقلب ناقوس زجاجي عليه، ونحط في النص هنا كوب من ماء الجير الرائق. يبقى ده قصيص، نبات أخضر، ماء الجير الرائق طبعا، ناقوس زجاجي. هنا نفس الفكر بس ما عنديش نبات أخضر. طب ليه كنت بحط اللي في النص دهوت، اللي في النص ما بين ده وده؟ علشان المعايرة. فكنت بلاقي المشاهدة بتاعتي ان ماء الجير الرائق يتعكر في الشكل واحد وما يتعكرش في اتنين، وده معناه ان النبات عمل تنفس وطلع ثاني اكسيد الكربون. تجربة ميلفين كيلفين. ميلفين كيلفين الراجل ده كان شغال على طحلب اسمه طحلب الكلوريلا. كان بيعمل ايه الراجل ده؟ وده الصمام طبعا. كان بيجيب طحلب الكلوريلا ويمده بثاني اكسيد الكربون في نظير الكربون المشع 14، وبعدين يعرضه لأشعة الشمس للضوء يعني لمدة ثانيتين، وبعدين ياخد الطحلب ده يحطه فيه كحول ساخن علشان يوقف التفاعلات بتاعته. هو هنا بيقول لك وضح بالرسم، يعني انت هتعمل الرسمه دي مش هتكتب بقى ايه اللي حصل. اللي حصل طبعا ان كان اول مركب بيتكون وهو بيجال اللي هو القصه الطويله دي. طب تجربه توضح التخمر الكحولي، هنجيب ايه؟ هنجيب دورق زجاجي بالشكل ده اهو، والدورق ده هنحطه فيه عسل اسود مخفف بضعف حجمه من الميه، يعني نجيب 100 مللي عسل عليهم 200 مللي ميه،
ونحطه عليهم خميره، وبعدين نسد الفواهه الفتحه يعني بتاعه الدوره كويس، ونطلع منه انبوب بالشكل ده. ناخد الانبوب ده اهو نمرره على ماء الجير الرائق. ماء الجير الرائق هيحصل له ايه؟ هيحصل له تعكير. ليه؟ عشان غاز ثاني اكسيد الكربون، وده معناه ان هي عمليه تخمر كحولي. اختزل فيه البيروفيك لكحول ايثيلي وتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. ان شاء الله المراجعه دي يا اولاد شافيه ووافيه وكافيه، وباذن الله سبحانه وتعالى لن يخرج عنها الامتحان. في النهايه سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.